من يومين صاحبي كلمني وقال لي تعالى ننزل مع بعض كده عشان عايز اشتري ايفون مستعمل، وكان قدامنا احسن حل في السعر اللي احنا اتكلمنا فيه، كان 16000 جنيه تقريبا او 15 ونص، كان ال 11 برو ماكس. ورحنا المحل ما عندنا هنا في السويس، والمحل مشكورا يعني كان هيروق علينا. كان قدامنا جهازين 11 برو ماكس، الجهازين من غير علب نهائي، جهازين بطاريه 95%، الجهازين مساحتهم 256. المحل مشكورا كان فوق الجهازين كمان هيدينا شاحن وكابل وجراب وسكرينه هديه. طبعا احنا دلوقتي هنشتري جهاز من دول، فطبعا لازم نجرب الجهازين ونشوف مين احسن فيهم ونشتريه، ومين هيرضينا احسن من التاني. الاثنين كانوا بسعر واحد، والاثنين تقريبا كل حاجه زي بعض ومفيش فرق ما بينهم قوي، بس في التجربه بانت المشكله. استخدمنا الجهازين استخدام عادي كسكرول كده في الجهاز نفسه، وبنقلب يمين وشمال ونشوف الجهاز عامل ايه، ونشوف نسبه البطاريه، ونشوف كل حاجه فيه، وبصينا برده على السيريال نمبر والموديل نمبر وكل حاجه فيه. بعد ما استخدمنا الجهازين شويه لقينا البطاريه هنا نزلت 1% وهنا نسبه 1%. الاثنين نزلوا زي بعض تقريبا، البطاريه كده ما فيهاش مشاكل. بس بقى لما ابتدينا نجرب الكاميرات حصلت هنا مشكله، واكتشفنا العيب اللي في الجهاز. جهاز من الاثنين لما جينا نجرب الكاميرات لقينا الكاميرا كده منغمشه او فيها